معايا النهارده لكم احلى اكله بسيطه وجميله والكل بيحبها وصغير وكبير. يلا بينا نعمل الحله الواحده. ايه هو الحله الواحده؟ الكشري. الحله الواحده، الكشري المصري، الحله الواحده. النهارده قايم بقى كده من النوم ومش عارفه اعمل لهم غدا ايه بصراحه، ولكن انا من بالليل شكه اعمل او ما اعملش. وانا عشان شكيت ان انا هعمل او ما اعملش النهارده بليت معايا الحمص ده، بس بلاه من بالليل. تمام، انا بلاه من بالليل عشان ما يغيبش معايا في السوا. خلاص هنغسله وننقعه. تمام، وابدا نحمر الشعريه. هنعمل كشري كله في حله واحده. بابا انت كنت الحمص اسمه ايه؟ عدس. والله معلش سامحوني جل ملايه دايما تعلقوا عليا وكاني واقفه في محكمه. خلاص هنا هنحمر الشعريه. صلوا على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دوس لايك للفيديو لو تكرمتوا. الفيديو ان شاء الله حلو هيعجبكم ويعجب الصغيرين اكتر والله من الكبار على قد ما هو كده. فبس صدقوني لو اعتمدنا كلنا فكره الكشري الحله الواحده هنستريح جدا جدا. تمام، نحمر الشعريه نحط الرز. خليكم معايا. شوفوا بقى خلاص الشعريه هنا معايا اتحمرت. انزل بقى بالرز. على فكره مريحه قوي الفكره ديت. زمان كانت بتبقى مزهقانه بصراحه، يعني عشان اعمل كشري تلاقي بقى 5 6 حلل كده مش نضاف. ايه الفكره بقى؟ مكرونات، لا شعريه لوحدها ورز، يعني لا معرفش ايه. طبعا احنا هنا ما بنحبش الحمص عشان كده انا ما عملتوش. تمام، بس هو لازم طبعا يتعمل. خلاص هنا حمرنا الشعريه. هتبدأي بقى بالعدس اللي هم اتريقوا عليا بيه ده ان انا عامل بالليل. حطي كده منه هنا. تمام، وكمان هنحط يعني مش كتير علشان يعني شوفوا انا اخدت كمان تلت الكيس كده. كمان هنا برضو المكرونه اللي هي ايه الاسباجيتي كده. حاساها كتير ولا ايه؟ خلطبيطه يعني تحطهم على لا بعض. مش خلطبيطه ولا حاجه، هتبقى جميله جدا على فكره ومريحه في نفس الوقت. يعني عيالك عايزين ياكلوا بقى كشري ما تنعيش الدنيا اي هم. مش عارفه. تمام، هننزل بقى بالميه نزود. خلي بالكم احنا مش عايزين عيار رز في الميه لان احنا عاملين مكرونات. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا النبي. استغفر الله كده يا جماعه جدا والله العظيم. الاستغفار ده حاجه حلوه ومريحه للقلب وللنفس كمان. تدي كده شويه وتحطي الملح ونبدا بقى نتبع بقيه الخطوات اللي هي الدقه والصلصه بتاعته وتحمير البصل. بس هو مش اكتر من كده، وكلها برضو حاجات بسيطه ان شاء الله ومش متعبه جدا، وتعملي احلى غدا لاولادك ومش مكلف ولا متعب ولا مجهد. يا ريت الفيديو لو عجبكم لحد هنا لو وصلت معايا دوسوا لايك للفيديو لو تكرمتي. خلاص احنا هنا كده غطيناه عشان ما يعجنش معايا. تمام، يلا وكده نحط الملح وخلاص. تعمل البصل كده يبقى مع بعض كده. حطي عليه معلقه دقيق، حطي عليه معلقه نشا عشان يديكي القرمشه اللي انت عايزاها. تمام، صوتي واضح ولا مش واضح؟ ونبدا بقى ايه نروح على الزيت. تعالوا معايا على الزيت. بهدل معايا. تمام، هنجهز بقى مع بعض الطوميه والصلصه بتاعتي معايا. هنجهز كل الحاجات دي مع بعض باذن الرحمن دلوقتي. تمام، لو تكرمتم دوسوا لايك للفيديو لو تكرمتم. وانا قايله في الفيديو اللي قبل كده انا بشكر كل الناس الجديده. فعلا انا بشكر كل الناس الجديده معايا، بشكرهم جدا جدا جدا. وربنا يسعدهم ويفرح قلوبهم ويوفقهم جميعا ويكرمهم وينولهم كل اللي في بالهم ويكبر بخواطرهم جميعا. اللهم امين يا رب. هنحمر بقى مع بعض البصله. تقرمش معايا كده وانا هطلعها بقى ايه الطبق بتاعي. نجهز بقى مع بعض الايه، نجهز مع بعض الصلصه بتاعتي. عباره عن الايه ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه من الثوم، فصل الكهرباء بتاعتي، معلقه من الثوم، شويه زيت محترمين ولاد ناس يعني. تمام، مش اي كلام يعني.
وحطي كده وما تستخسريش، يعني ايه ما تقوليش ايه ده الزيت غالي. عملتي اكله بقى حاولي تظبطيها وتوصليها ايه للحد المحترم بتاعها اللي احنا متعودين عليه. خلاص تمام مع بعض. حاولي بس تفككي البصل من بعض كده. انا سبحان الله يعني انا وجزء من ولادي كتير قوي مش بناكله، لكن في جزء برده من البيت هنا بياكل، ولكن برده انا لازم اعمله علشان التقديم بقى والشكل بتاع الطبق بتاعه كده. تمام. لا لسه الرز شغال. جهز انا الصلصه بتاعتي ونجهز كمان هنا معلقه الشطه بتاعتي والطماطم معايا والخل كمان معايا، والامور معايا هنا ماشيه على ما يرام. تمام. اتمنى من الله انه يعني فيديوهاتي تعجبكم اللي بقدمه، حتى ولو كنتوا تعرفوا في ناس كتير ما تعرفش، لان انا قلت لكم كتير انا في حاجات كتير جدا اتعلمتها من اليوتيوب والله العظيم. يمكن ربنا برضه يجعلني سبب لمعرفه حد معين. سبحان الله، مش لازم تكونوا انتم اللي عارفين مثلا تقولوا طب هي بتعمل ايه، يعني احنا عارفين اللي بتعمله ما بتقدميش يعني. لا مش اختراع والله ولا افتكاسه ولا الكلام ده كله. الفكره كلها ان انا بحاول اقدم محتوى محترم ما يضرنيش في الدنيا وما يضرنيش في الاخره، ما يسيئش ليا ولا يسيء لنظرتكم ليا ولا لاحترام الناس حواليا. في نفس الوقت انا بحاول اطلع معاكم اهو. الفكره كلها في ان انا بحب قوي التصوير وبحب قوي ان انا اقدم حاجات. يعني وانا صغيره زمان قوي زمان كده وانا صغيره في رمضان، اللي يفتكر بقى من جيلي الاستاذه منى عامر او الشيف منى عامر اللي كانت بتيجي في القناه الثانيه بتاعت زمان، انت فاكرينها؟ كنت دايما زمان اقعد اقلدها كده بعد ما تخلص البرنامج بتاعها واتفرج عليها وانا صغيره يعني مش فاهمه حاجه، يعني اقعد ارد كلامها واقدم بنفس طريقتها. لكن سبحان الله بعد ما بدات التصوير بقى عندي شويه احراج كده، يعني يدعوا لي ان هم يروحوا مني ويتسحبوا كده بسهوله وسلاسه كده عشان ايه اقدر اطلع بطبيعتي، يعني ما بقاش عندي رهبه من التصوير، ما بقاش محروجه من حاجه معينه. يعني الواحد جواه حاجات كتير جدا والله العظيم وافكار كتير، لو طلعت تبقى زي الفل ان شاء الله. طلعنا بس الجبنه اهو ثواني بس. حد شغل فارس ابني واديني 5 جنيه. حد عيله مغلبينه زي ما هو مغلبني كده. تهيألي يا جماعه بتبان ب5 جنيه بس. 5 جنيه كتير عليك كمان. صح يا جماعه؟ بسأل كده الناس هيقول لك يعني اقفل الكاميرا واشوف حد يصورك زي دلوقتي؟ اقدر كده؟ اقدر بس كده هندرة. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنا البصله معايا اتمرت اهي. تمام. انزل بس مع مكتوب صلصه حلوين كده. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. نسيت احط الخل في الاول شويه خل مش كتير بس معلقتين خل. تمام. نحط بقى الطماطم بتاعتنا بس كده اصلا الطماطم بتاعتنا بقى نضيفها شويه صلصه يا جماعه، يعني حكايه بألف هنا وشفا على قلبهم. واقول لكم على حاجه كمان، والله انا ما بحبش الكشري ده بس ولادي هاتي بقى معلقه الهريسه دي كمان. عندي معلقه هريسه شطه في كمان حطيتها عشان تظبط لي المسافه الكلام، يعني تخلي العيش ياكلوا هم مبسوطين، مش هم ملهيين، لا هم مبسوطين. تمام. صلوا على سيدنا النبي وصلوا لايك للفيديو ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنحط بقى الملح والكمون والكزبره وحطينا الشطه والخل والثوم حطينا. تعالى معايا بقى هنا الصلصه معايا ممتازه تحفه، ريحتها حلوه جدا ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا ما كنتش لسه بهرطع كزبره كمون وملح، يعني فاهمين ما بتبقاش اكتر من كده. ننزل بقى عليهم بشويه الميه تغلي كده معانا شويه وبعدين نطفي عليها. الصلصه معايا اكتملت على كل طيب وكل خير. بسم الله ما شاء الله جميله جدا وما شاء الله. هنا معايا الرز ما شاء الله شايفين. تعالوا بقى نعمل الدقه. معلقه كمون مهروس، معايا نص معلقه كمون، معلقه ثوم مهروس ونص معلقه كمون. هننزل بربع كوبايه من الخل. طبعا الكميه بتحتاج ما بتحتاجش نار ولا حاجه، وكوبايه من الميه. تمام.
ونقلبهم كويس قوي قوي قوي. نعم. ما تحطش على النار؟ لا طبعا مش شوية ملح. لا وهي مش ملح. صدق الله العظيم. بس خلاص كده معايا ادي المية بتاعته اهي. طب البصل سامعين قرمشته؟ سامعين؟ ما شاء الله ده بصل يقلبهم. تمام. نغرف بقى الصلصة معايا والكشري ونشوف المنظر الأخير بتاعته. خلاص غرفنا الكشري. نجهز بقى الدقة بتاعته. نجهز كوباية الدقة. ادي ما شاء الله شوفوا مفرفر ازاي، يعني كمان مش معجن ومستوي وجميل جدا جدا. خش كده معايا. ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم يا جماعة روعة تحفة. كمان الصلصة. بصي شوفوا الصلصه هذا كده تخش معاكي على الصلصه. مش عايزه اقول لكم قد ايه جميله جدا جدا. وادي معايا هنا البصل اللي احنا حمرناه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله والله يا جماعه شويه كشري ما خدوا معايا حاجه ولا خدوا معايا وقت ولا الكلام ده خالص. ثواني بس كده. ونزل بقى ايه جزء كده من اللي كانت الحاجه. ثواني اقلب بس. ايه رايكم بقى في شويه الكشري الجامدين دول اللي ما خدوش معاكي اي حاجه؟ يعني سبحان الله ولا وقت ولا مجهود ولا تكلفه ولا اي حاجه. ادي معايا الدقه وادي معايا الصلصه بتاعتي اهيت اللي كمان عايز يزود، وادي كمان معايا الكشري بتاعي. دوسوا لايك للفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم. كمان محتوى يعجبكم. جربوا بنفس الطريقه هتلاقوها تحفه 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 من كل حاجه. جميله جدا بألف مش على قلبهم على قلبكم. اتمنى الفيديو يعجبكم. اشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. وفي الفيديو اللي جاي ندوس لايك وقبل لايك وقبل اي كلام نصلي على سيدنا النبي في نهايه كلامنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشوفكم على خير.